في الوقت اللي الامارات عطات 250 مليون سنتيم للمغربي امنير الملقب بفيسبوك حر باعتباره صانع الامل وافضل مؤثر عربي في السوشيال ميديا، لانه كيحفر الابار في البوادي وكيعاون الناس الفقراء. صناع الامل. في الوقت اللي شركة تيك توك عطات أيضا جائزة أفضل مؤثر في العالم لشاب بريطاني تصاب بسرطان الدماغ، وقال لي الطبيب قالت لك 5 سنوات وتموت. في هذه الفترة تحدى المرض ودار أكبر عملية تمويل لصالح أبحاث السرطان ساهم فيها الجميع حتى بلغت 3 الملايير ديال السنتيم. في هذا الوقت كله الحكومة ديالنا دارت أخيرا حفل خاص لاختيار أفضل المؤثرين، ولكن شكون هادو اللي فازوا؟ طبعا غادي تقول لي اطباء، غادي نقول لك لا. غادي تقول لي مبدعين، غادي نقول لك لا. غادي تقول لي كتاب، غادي نقول لك لا. غادي تقول لي شكون اللي فاز؟ اللي فاز للاسف التافهين الذين يصنعون التفاهه ويصنعون بالكلمات الساقطه والكلام الخاسر، يعني الخارج عن المألوف واللي ما يمكنش تسمعه لا مع عائلتك ولا انت كمتلقي. ماذا تريد الحكومه؟ اش بغات تقول لنا الحكومه؟ بغات تقول لنا ان القدوات الحقيقيه اليوماتيه والتي تؤثر في المجتمع هم هؤلاء اللي كيقولوا هذا الكلام الخاسر وهذا الكلام اللي ما يمكن يسمعه، الكلام الساقط باللغه العربيه. الحكومه طبعا كتحتاج لهم، كتحتاج اليوماتيه للمؤثرين اللي عندهم هذا. وما تنساوش واحد لايك وواحد جيم، وشكرا لكم. اللايكات بزاف، اللي عنده لي جيم بزاف، اللي عنده المتابعين بزاف. ماشي كتحتاج لهم لانهم غادي ياثروا فينا حنا كمجتمع وغادي يغيرونا، كتحتاج لهم في الحملات الانتخابيه ديالها، لان الحكومه تفكر بمنطق انتخابي سر وكتشوف في حكومه 2026 واللي كيسموها حكومه المونديال. الحكومه ما كتشوفش في المصالح ديالنا. في الوقت اللي امين واللي تكلمنا عليه، امين امنير الملقب بفيسبوك الحر، طلع للجبل ومشى كيقلب للناس في ايامات الزلازل وفي الازمات، في غير الازمات، وكيبني الديار وكيعطي المساعدات. والسيد رئيس الحكومه طبعا ما كيطلعش للجبال وما كيمشيش للقمم وما كيبحثش عن هاد الناس هادو باش يبني له الدار ولا باش يساعدهم. في الوقت اللي تكلم رئيس الحكومه عن المنظومه الصحيه داخل البرلمان في الجلسه ديال المساءله الشهريه، وانا في الحقيقه بين قوسين بغيت نقول على انه يعجبني كثيرا ان اغمض عينيا، نسد عينيا نغمضهم ونبقى نتسنط الرئيس الحكومه ويتحدث عن المنظومه الصحيه وعن التطورات اللي فيها وعن الناس اللي استفدت والناس كذا كذا. يعجبني كثيرا، كيعجبني بزاف. علاش؟ لاني كنحلم وكنتصور راسي في السويد ولا في فنلندا ولا في الدنمارك، ولكن ملي كنفيق كنلقى رئيس الحكومه وكنلقى انني في المغرب. واتساءل العيون التي يرى بها رئيس الحكومه هذه المنظومه الصحيه والتطورات اللي حصلت في المجتمع والانجازات التي حققتها الحكومه وما كنشوفهاش انا وما كيشوفها معايا مجموعه من المغاربه. واش نحن خصنا نديروا النظاره؟ واقيلا هذه النظاره ما بقاش كتشوف مزيان، خاصني نبدلها. في الوقت اللي كيتكلم على هذا الشيء جانا واحد الصيحه من مغربي عميق اخر، يمكن اغلب المغاربه يمكن ما سمعوش عليه، ايت بوغماز، خاصه غير طبيب. طبعا بالاضافه ما نتكلم على التجهيزات ولا الطرق ولا غيرها، هذا في مغرب عامقه نشوفه في طاطا، نشوفه في تيمغين، نشوفه النواحي الورزازات، نشوفه في حميد الغزلان، نشوفه في مجموعه من المغرب العميقه الحقيقي اللي ما كتوصلوش الحكومه وما يكوصلوش رئيس الحكومه، واللي خاص تكون له زيارات ميدانيه حقيقيه وتشريح في الميدان للخصاصه الحقيقي اللي كاين. لانه عايف في 2025 ما يكونش طبيب، عايف في 2025 الناس ما وصلهاش الويفي، في حين انه كنتكلموا على الذكاء الاصطناعي وبغينا نطوروه. والله يجازيكم بخير، خلونا حنا غير مع الذكاء الطبيعي واحترموا الذكاء الطبيعي ديالنا حنا كمغاربه، لانكم كتقولوا شي حوايج ما انزل الله بها من سلطان. ومن بين هذه الحوايج ايضا بغيت نقول على انه رئيس الحكومه داخل البرلمان تحدث عن الاستثمار، ولكن للاسف الشديد تحدث عنه بمنطق مقلوب، تحدث عن بواحد المنطق خطير جدا. قال على انه كيعرف لو دوتيير باللغه ديالو، هو اللغه الفرنسيه، لو دوتيير ديال لي زونتربرونور المستثمرين، وعلى انه لو لقيتو كتهضروا كذا وكذا غادي يوقف كل شيء. نصح البرلمان ونصح الوزراء باعتبار ان فيه مجموعه من رجال الاعمال والمستثمرين، وبين قوسين راه فيهم اللي جابوا البقار وجابوا الغنم ومشي نسينا عاوتاني هذيك 1300 مليار ديال السنتيم. ونصحهم قالوا ما تدوش في هذه الهضره هذه ديال الناس،
جيبوا اللي بغيتوا، ولاد عمكم، خوتكم، خواتاتكم، اللي بغيتوا، الاقرباء ديالكم، ما كاين حتى مشكل. المهم غادي يستثمروا لنا، في حين على انه كاين دستور وكاين تنازع مصالح، وفي حين على ان رئيس الجماعه الا شدينا عنده تنازع المصالح كنعلقوه كنعزلوه. ماذا يريد ان يقول رئيس الحكومه؟ ان يحلل ما حرمه القانون، لا اقول الدستور ولا اقول ما حرمه المنطق. وللاسف هذا الشيء كيتقال داخل القبه البرلمانيه التي تمارس الرقابه على رئيس الحكومه وعلى الحكومه. وبدل ان تمارس الرقابه كيصفقوا طبعا كبرلماني، وكيصفقوا وزراء، وكانوا معجبين كان الرجل اتى فتحا عظيما، في حين على ان فهذه فلتات اللسان. وانا كنقول لرئيس الحكومه، انا ما كنستغربش، لان انت رجل اعمال وانت ميسر في البزنس، كتعجبك هذا المصطلح، ولكن في السياسه راه ماشي ميسر. السياسه راه خاصك تضبط الكلام ديالك، لان اللغه العربيه حماله اوجه، واللغه العربيه فيها اشارات، واللبيب بالاشاره يفهم. وانت راه قلتي كلامك ونحن فهمناه، واللي خاصو يفهموا راه خاصو يفهموا، ولكن هذا الكلام اللي قلتي راه ما كيتقالش داخل البرلمان. ومشي معك على الاستثمار. هذا الاستثمار هذا اللي تكلمت عليه راه في 2024 في المغرب بلغ حجم الاستثمار يعني الخارجي مليار فاصلة السلام عليكم 1.64 في مليار سنرى دولار. رد في مصر واعتقال الشيخ عثمان 46.6 الخميس مليار دولار. على إثر في ما تركيا 11.6 تكلم مليار فيه دولار. من ايوا قبل. قارنا مع مصر. ياك مصر شبيهه وستنرى لنا، الفيديو. وهي تنتمي لافريقيا ودول العالم الثالث والدول السائره في طريق النمو. فين هذا الاستثمار؟ هذا الاستثمار السيد رئيس الحكومه له ضوابط، ماشي غير اللي جاي يستثمر. تنازع المصالح راه منصوص عليه في القانون ومنصوص عليه في الدستور، يجب احترامه. ما بقاوش نهضروا نقول الكلام على عواهني. الكلام خاصو يتوزن، خاص السياسي يعرف اش كيقول، اش كيخرج مع فمه، الا اذا كان يريد ان يقول كلاما اخر وبغانا نفهموه فهذا كلام. ولكن نحن كمغاربه كنقولوا لك على انه اليوماتيه الاجوبه الحقيقيه راهي جاتكم وغادي تجيكم من مغرب اخر. انا ما كنلومكمش، ما كنلومش الحكومه يعني هذه الحكومه اليوماتيه كتخدم المنطق ديالها، منطق رجال الاعمال. سلعت الصحه، دارتها سلعه، التعليم سوق مفتوح، واستثمرت في الفقر والجهل. وانا كنعرف على انه فعلا الانتخابات قربت، ونحن كنتباعوا السلام عليكم كمواطنين، إخوان أخوات. حنا كنتباعوا، في لان هذا كيستثمرونا الفيديو حنا. سنرى استثمار لانه واعتقال 19 الشيخ مليون عثمان مغربي ما الخميس كتصوت، 19 مليون على مغربي إثر لا ما تساهم في العمليه تكلم الانتخابيه، فيه من قبل. وبالتالي كتمشوا للحواشي وكتمشوا وستنرى للبوادي وكتمشوا للقرى وكتمشوا للمغرب العميق وكتشروا. وهذا استثمار في الحقيقه، وهذا احسن استثمار تقوم به الحكومه ويقوم به رجال الاعمال. وللاسف الشديد نحن من نساهم، حنا اللي كنبيعوا روسنا، حنا اللي كنرخصوا روسنا، حنا اللي كنتباعوا ب 1000 درهم 200 درهم 300 درهم، ومع التضخم ما عرفنا كاع باش غادي نتباعوا. اذا خاصنا نحطوا ثمن لروسنا، لانه راه التضخم والوقت غلاب، ومع هذه الحكومه كلشي شعلات فيه النار. وبالتالي حتى حنا خصنا نطلعوا السوق ديالنا، السوق الانتخابي او الصوت الانتخابي. واللي ما كيصوت وكينطاق الطبقه المتوسطه، الطبقه اللي كتهضر، الطبقه اللي قاريه، الطبقه اللي عندها وعي، للاسف الشديد خارج اللعبه السياسيه. من اللي كيساهموا في اللعبه السياسيه هما هادو اللي كيتكلم عليهم رئيس الحكومه واللي كيستثمروا فيهم. هذا هو الاستثمار الحقيقي. انا كنرجع وكنقول لك، هاد القدوات اللي نتوما وكتعتبروا مؤثرين واللي بغيتوا توروهم لاولادنا وبناتنا بالكلام الساقط، كنقول لك السيد رئيس الحكومه والحكومه ديالنا ما هكذا تولد الابل. بالعلم بالمعرفه هي باش كتنهض الشعوب. اليابان تقدمت بالعلم، تقدمت بالمعرفه. الصين اللي اليوم رائده في الذكاء الاصطناعي تقدمت بالعلم وبالحفاظ على الهويه، بالحفاظ على اللغه، بالحفاظ على القيم، ماشي بالكلام الساقط، ماشي بالهضره الخاويه، ماشي بهاد القدوات اللي بغيتوا تعطونا. للاسف الشديد وصلتوا للهدف ديالكم، تسلعتوا كل شيء، قدرتوا تسيطروا على بزاف ديال الحوايج، شريتوا بزاف ديال جزء من الاعلام، جزء من النقابات، جزء من المجتمع المدني، جزء من حتى من الطبقه السياسيه. لم تعد هناك معارضه الا من اتى الله بقلب سليم، او يعني بعض الاشخاص داخل البرلمان. عندكم اغلبيه، مررتوا مجموعه من القوانين، مررتوا اللي بغيتوا تمروا، ولكن كنقولها وكنرجع وكنقولها، راه من يهون يهون الهوان عليه وما لميت بجرح إلام. نحن اللي كنستاهلوا، حنا كمواطنين كنستاهلوا، لأن في الوقت اللي المواطن هو الذي يغير الحكومة،
الحكومه هي التي اصبحت تغير المواطن. حنا ماشي معاكم، تفرضتوا علينا الريتم ديالكم صحتكم، طلعتوا اللحم كنشروه، طلعتوا المازوت كنشروه، اللي درتوها حنا معاكم، ما كاين حتى مشكل. حنا لاباس علينا بخير وعلى خير، غاديين معاكم في الريتم ديالكم، ديروا اللي بغيتوا، ونحن اللي كنستاهلوا في الانتخابات رانا موجودين، نتشراو نتباعوا، ديروا فينا اللي بغيتوا، الاصوات ديالنا راه موجوده، وجهونا الوجهه اللي بغيتوا. هذا هو المواطن الحقيقي اللي كتقلبوا له نتوما السيد رئيس الحكومه والحكومه ديالكم. هذا هو المستقبل. للاسف الشديد انا كنقول بهذا الشيء بالتهكم. حنا كنعيبوا بزاف ديال الحوايج في المجتمع، ولكن العيب ماشي في المجتمع، العيب ماشي في الزمن، العيب فينا، نعيب زماننا، والعيب فينا، وما لزماننا من عيب سوانا. نهار اللي نتغيروا حنا كمواطنين، نهار تكون عندنا نخبه قويه، نهار تكون عندنا معارضه قويه، نهار تكون عندنا اعلام قوي وصحافه قويه تنتخب ممثليها، نهار اللي يكون عندنا جامعه قويه، نهار تكون عندنا مدرسه عموميه قويه، نهار تكون عندنا صحه عموميه قويه، انذاك يمكن أن تكون هناك عملية انتخابية حقيقية. ما عدا ذلك السيد رئيس الحكومة، لكم الساحة ولكم واسع النظر، استثمروا ما شئتم، الفقر هنا والجهل هنا، ولكم أن تفعلوا ما شئتم. تحياتي لكم والسلام عليكم.